هنا بقى في مجموعه عصاير مهمه للطالب وهو بيذاكر، وبشكل عام على فكره هتكلم عليها بشكل اوسع غير الطلبه. بتدينا سعرات حراريه مش عاليه، مش عاوزين وزنه يزيد، بتخليه نشط، بتديله نشويات معقده مش بسيطه، بحيث ان هي ما تخنوش، تفضل تتفرز في جسمه وتظبط مستوى السكر في جسمه لفتره طويله، زائد ان هي غنيه بالحديد والاملاح ومعادن. منها الربجي. الربجي ده عباره عن ايه؟ ليه كذا شكل. ابسط شكل منه كوب عصير برتقان، عصير برتقانتين، تفاحيه. انا افضل التفاح الاخضر لانه نيجاتيف كالوري ومزايا واحده بس. المشكله في قشره التفاح ايه؟ طول عمرنا بيقول لك لا لازم تقشرها. القشره هنا طبعا غير انها موضوع انها بتاخد طبقه شمعيه، ممكن تكون حاجه مرشوشه او غيره، لو اتغسلت كويس مش مشكله. الناس اللي عندها قولون، مشكله التفاح هو حاجه غنيه بالالياف، لكن المشكله الكبيره معانا بتبقى موجوده فين؟ بتبقى في القولون. تمام؟ وكوب عصير برتقان. يبقى احنا عندنا 3 مكونات. كوب عصير برتقان، لو مش موجود جبنا كوب ميه وعليه عصير ليمونتين، زائد عندنا تفاح احمر او اخضر ايا كان، الاخضر افضل، تفاح بلدي رائع، التفاح الاخضر مش متوفر خلاص اي تفاح، ومزايا بجيب الموز دايما مخضر لانه بيبقى النشويات اللي فيه اكثر تعقيدا من الموز الاصفر، فده ما بيرفعش مستوى السكر في الجسم. هنا الوجبه دي يا جماعه لما نيجي نحسبها نجد ان فيها كام سعر حراري؟ الحراريه هنا عندنا كام؟ اقل من 200 سعر حراري. الفكره ان الكالوريز اللي فيها لما جسمك يجي يهضمها ما خدش 200 كاملين، بياخد اقل من ال 200 لانه بيستهلك طاقه في حرقها. مهما اخدت حديد ومهما اخدت فيتامينز من مصدر كيميائي ومن مصدر دوائي ومكملات غذائيه اللي هي رائعه بالتدريج، لازم تاخد من مصدر طبيعي.